المال جاي عشان الصلاة. ليه؟ بقول لك ليه. لأن الزكاة دليل على صدق الصلاة، لأن الصلاة أنت تصليها لمن تحب، والزكاة أنت تخرجها مما تحب لأجل من تحب. بص الصلاة احنا كلنا ممكن نجري ونصلي الله ونصلي وبتاع وتمام التمام، بس يكون مقدار الحب الفعلي اللي في قلبنا لربنا قليل. فعشان ربنا سبحانه وتعالى يخليك تدلل على صدق الصلاة، يعني صدق حبك لله، أمرك أن تخرج من المال الذي أنت تحبه بقلبك. فإذا كان إخراجه أهون على قلبك فذلك دليل على أن صلاتك أهون ما يكون على قلبك. ولذلك ما كان الرسول ينشغل في صلاته بشيء مطلقا إلا أنه انشغل مرة بالمال. أوه إيه ده معقول؟ في الصحيح حديث النبي لما صلى وتخطى رقاب الناس سريع قال يا رسول الله، قال تذكرت شيئا من تبر عندنا، أنا افتكرت أن عندي شوية مال من الذهب، والمال من الذهب ده كان من مال الزكاة، فأنا تذكرتها وأنا في الصلاة فخشيت أن يحبسني عن الصلاة، عن الخشوع في الصلاة يعني. فجري جاب المال ووزعه ودخل في الصلاة. ياه يبقى انشغاله فين؟ كان في الزكاة، في أموال الزكاة اهو. تذكرت شيئا من تبر عندنا من أموال الزكاة، لازم تطلعها، من أموال الصدقة لازم تطلعها بسرعة. فأنت بتخرج شيء أنت بتحبه في قلبك، بتخرجه وتقدمه لله. ما تجيش تقول لي بقى طب أطلع من زكاة المال أدي لبنتي أصلها فقير، أدي لابني أصل ظروفه تعبان. لا، ولا الغريب تسألك السؤال أنا عندي زكاة مال كبير وعايز أزكي عندي ابن ظروفه تعبانة قوي، ممكن أزكي عليه وأنا لا يلزمني النفقة عليه، ده هو اللي تلزمه النفقة. شوف بقى اللف. بس هيروحوا فين؟ من الطربوش الأحمر. صح، الطربوش الأحمر صعب حد يعني إيه؟ لا صح. طب يا حاجة إيه ظروفه يعني؟ قالت لي أصل هو الحقيقة بعد حوار طويل طلع إن ابنها عنده عربية عايز يغير العربية ومحتاج 20,000 فرق، وهي عندها زكاة مال أكتر من 50,000، ممكن تديله 20 ويغير عربيته؟ ظروفه تعبان. لا حول ولا قوة. قلت لها صحيح أنا ملاحظ إن ظروفه تعبانة جدا. أنا مش هقول لكم بقى نوع العربية وبقية السيارية، لكن المال أن تخرج مما تحب لمن تحب. ولذلك قال ربنا في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلي بالك، يبقى إيه المال؟ ما يتمول به. الحكمة من المال أن يكون عليه قوام الناس، حل مشكلات بسرعة، قوام الناس. الهدف من إنزال المال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.